هو احلى حاجه المفاجاه، احنا اتفاجئنا، احنا مش متوقعين. اللعيبه بتسمع الكلام اللي بره وبتتاثر بيه يعني. مفيش منتخب يا جماعه علم علينا في حياتنا قد السنغال. الله عليك يا حسام يا حسن، تسلم ايدك يا باشا. هو ده الكلام، كان فين الكلام ده من بدري؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من رابعه شمال. لسه عايشين احنا والله الاجواء بتاعت السنين اللي فاتت. هو احلى حاجه المفاجاه، احنا اتفاجئنا، احنا مش متوقعين. عايشين الماتش قاعدين ربنا يستر هناخد كام؟ هناخد كام؟ فعلا يعني كان بدايه. انا كنت بسال الناس يعني هناخد كام النهارده، بس فاحنا كنا مؤهلين نفسنا. دي هي نفس مفاجاه ايطاليا، حمص بقى بالظبط. انت ما كنتش متوقع رايحين هنشيل امبح بقى من ايطاليا بالظبط فزنا عليها بقى. نفس لا الفكره. ده حوار المغرب برضه افريقيا برضه بالظبط نفس الاحساس لما فزنا على المغرب. احنا عاطين نفسنا كده كده طالعين من دور الثمانيه، والمغرب طول عمرها بتدينا وكده. نفس الاحساس. انت برضو الكوت ديفوار نفس الفيلم اللي حصل من في 2008 تمام. كانت مشيله مش عارف فريق كام 4 ودروجبا بيبص لفوق وعامل عضلاته والكلام ده كله. فانت النهارده لسه بوركينا فاسو طلع عينك في تصفيات كاس العالم وصعد عليها بالعافيه. هم لا مؤاخذه كان بيلعب معاها تاني تمام، وانت وجاي لك وانت لا مؤاخذه مع بنين مستني 120 دقيقه تلعب وبتقول يا رب. والاداء يعني كان هم حمل اللقب كمان داخلين البطوله وهم شايفين نفسهم، وفعلا هو تكتيكيا فريق محترم يعني. لا كوت ديفوار كانت من اجمل الفرق اللي في الدور الاول والدور ال 16 بس حاجه يعني بالمثل اللي عملها حسام حسن ليهم هي تتمثل في امام عاشور. لا النهارده عندنا كلام كتير خالص بيخص الماتش ده تمام، وبرضه هنتكلم كمان عن ماتش السنغال. ربنا يستر يا رب يعني ان شاء الله تمام. لكن ايه اللي خلانا نتحول من ماتش زيمبابوي اللي احنا كنا طالعين متضايقين منه جدا ومتضايقين من الخطه والاخطاء، وان احنا فزنا في اخر لحظه بجون صلاح وخبرته، لان احنا نبقى مبسوطين النهارده؟ ايه اللي حصل؟ هو ده اهم حاجه انا شايفها ممكن نتكلم فيها النهارده. ايه التغيير اللي حصل ده كله؟ ايه اللي حصل؟ هو بالنسبه لي انا يعني المنتخب عامه في البطولات المجمعه بتكون بدايته كده، يعني دايما هم في البدايه مش احسن حاجه في كل بطوله مجمعه زي كده. اول ماتش سيء بمعنى الكلمه، يبتدي يشوف الفرق اللي قصاده، الفرق اللي هو ممكن يلعبها فبيظبط الخطط عليها، اللعيبه بتحفظ بعض. فالماتش التالي واللي بعده كل ما الماتش المنتخب بيبقى اقوى من كده. حتى برضه يعني برضه كده وصلنا المنتخب يعني لينا غير ما خدناش البطوله، بس وصلنا نهائي مرتين وبرضه كانت نفس الفكره. بتبدا انت في المستوى ومفيش خالص، وبعد كده انا عايز اكد على كلامك. فاكرين الثلاث بطولات اللي خدناهم 2006 و2008 و2010؟ 2006 انت لما بدات كنت مع ليبيا فزت 3-0 باداء معقول. بعد كده رحت تعادلت مع المغرب 0-0 كالعاده يعني. وبعد كده رحت فزت بالعافيه على كوت ديفوار 3-1. رحت الكونغو لعبتها بالعافيه وحسام جاب جون فانت برضو الماتش البطوله دي ما كانتش سهله، برضو كانت بطوله برغم ان انت بتلعب في ارضك كانت نفس الكلام. فانت متعود دايما في الفرقه الصغيره انت مش بتكيل عليهم يعني او بتعمل معاهم نتائج كبيره في البدايه. انت دايما 1-0 2-0 مش عارف ايه. حتى بنين متهيألي لعبناها في انجولا متهيألي لعبناها ماتش تقريبا. عددنا الماتش عددنا فيه ممكن تبقى فزت 1-0 او حاجه زي كده يعني. فانت متعود ان انت في بدايه البطوله ما بتقدمش احسن من اداء. ده اللي اتكلمنا عليه في موضوع الوديات اللي هو قبل كل بطوله، مفيش تحضير مفيش بتاع ده. لو كان في انا تحضير فاكر كان ماتش زيمبابوي كويس. ايه الفرق بين ماتش زيمبابوي وكوت ديفوار؟ انا شايف حاجه واحده نقدر نلمسها. ماتش زيمبابوي كنت بقول للناس اللي جنبي يا جماعه ده حاجه مش حافظه بعض، مش عارفه اماكن بعض، مفيش اي نوع من التحضير حصل يا جماعه. ماتش نيجيريا هم داخلين نيجيريا يعني الود اللي قبل البطوله هم كانوا داخلين كده برضه كعادة نيجيريا يعني وانت برضه ما كنتش مستعد بس مشيت معاك وفزت معاك. وبرضه بتحصل نفس الغلطات بتاعه الجوان من ماتش نيجيريا لغايه الماتش ده. لو بصيت على 5 اجوان هم اللي دخلوا فيك، هم 5 اجوان كلهم بنفس الطريقه، عرضيات ما بنتصرفش فيها لا خط دفاع ولا جون بشكل كويس. ودي نقطه الضعف اللي عندك الواضحه زي الشمس، وربنا يستر علينا من السنه دي. المعلم شنباوي ماشي
طيب ايه اكتر حاجه عجبتك في الماتش يا اسلام؟ الماتش كمجمل بصراحه كان تحفه. حتى حاجه بجد؟ عجبتني بصراحه والله العظيم، انا بالنسبه لي كنت خايف، كنت عارف فعلا ان منتخب مصر جاي من اول الحكم صفر لحد نهايه الماتش، وانا خدت على قلبي وبقول يا رب خايف منتخب مصر يخسر. ايوه بس كده انت مستمتع. على فكره احنا مستمتعين بالمفاجاه. بالظبط والله احنا مستمتعين بان حصل اللي احنا مش متوقعين. لكن لما تيجي تبص على الماتش بعدين، لا احنا كنا يعني كانت اعصابنا ضايعه يعني، خصوصا في اخر 20 دقيقه. بالظبط يعني اخر 20 دقيقه لما جابوا 3-2 كلنا متاكدين ان كل واحد هيجيب جول، ولو جابوا جول هيخشوا معانا هيظبطونا، هيجيبوا لنا بالظبط عملنا فعلا في الماتش. بس الماتش كان حرفيا حسام حسن كان ضغط حلو في بدايه الماتش، ظبط اموره 2-0 واحده كده، ما كان ده راح خلاص دافع بقى. هو اصلا الماتش كان مركز اكتر على الجانب الدفاعي. ايوه مركز الماتش كله على الجانب كان بيلعب على المرتده وكمان على مرتدات واخطاء. كان اغلب الاخطاء اخذ اللعيبه بتاعت كوت ديفوار كان متواجد، وخصوصا حتى برضه يعني فرانك سي قال يعني لما اتكلم مع اللعيبه قال احنا كلنا خايفين من منتخب مصر كلنا خايفين، ده انت منتخب كوت ديفوار. كل اللعيبه حرفيا داخله الماتش خايفين، بس التاريخ ما يدعمهمش يعني، عشان كده خايفين. انت برضه كنت كوت ديفوار يعني. انا مش على فكره انا مش مقتنع بموضوع التاريخ. انا شايف ان كل بطوله انت بتعمل تاريخ جديد. بالظبط طب ما انت كنت 7 بطولات في 2023 ومعلش كنت خايف من كام فيرتي، كنت مرعوب من غانا في اسوء مستوياتها اللي بعدين السنه اللي بعديها ما صعدتش اصلا. تمام، داخل على الديمقراطيه رجليك بتخبط في بعض. العقده برضه بيكون موجود يعني. المانيا ايطاليا مثلا، انت متخيل العقده موجوده لحد دلوقتي؟ يعني ما فازوش في حياتهم غير تقريبا ماتش واحد على ايطاليا على ارض الملعب. كل الكلام ده مش بيتمسح على فكره. هو دايما كل ماتش انا مش مقتنع ابدا بفكره الفرقه اللي معاها بطولات كبيره فالحظ بيجي لها. ممكن ده يبقى جزء نفسي للمنافس. انا مش شطاره منك، لا هي جزء نفسي بيصاب بيه المنافس فقط لا غير. لكن هي دي مش شطاره نفسي. كل ماتش في الملعب بيتغير. وبعد كده يعني احنا النهارده عايزين نجيب حق حسام حسن. هو في سؤال انا عايز اساله والله كل الناس، اشمعنى حسام حسن المدرب الوحيد اللي مسك مصر من اول يوم وانت حاطط عليه سيف الاقاله من اول يوم؟ في ناس كتير اسوأ من حسام حسن مسك المنتخب بامانه يعني، مدربين سواء اجانب او مصريين، بس ما حصلش معاهم موضوع لا اصل هو لازم. معلش لو حسام حسن خسر مثلا من كوت ديفوار كان يمشي ليه؟ يعني نفترض ان احنا كنا ما عديناش من كوت ديفوار، ليه حسام؟ ايه الذكاء؟ لا يقول لك اصل هنجيب التجربه اجنبي. معلش انتوا جبتوا لنا فيتوريا، انا فاكر والله كلام حازم امام اللي بحبه، تمام، قال لك احنا عايزين نبني جيل جديد ونعمل مشروع جديد، الكلمتين الاسطمبات اللي بنسمعهم كل مره، تمام، ونجيب واحد شاب ومدرب عنده صغير في السن علشان يقدر يعمل لنا. وكان بيفوز اي ماتش تافه يفوز بسهوله، تمام. يجي بقى في البطولات الماتشات الكبيره الراجل بقى روتيني وسيستم. احنا مش بتوع الكلام ده يا جماعه. احنا عندنا الدي ان ايه بتاعنا المصريين، عندنا الدي ان ايه. بعد اذنكم حسام حسن ما يمشيش حتى بعد كاس العالم. بعد كاس العالم حسام حسن بالورقه والقلم وبالمنطق على فكره هو افضل واحد ممكن يمسك منتخب مصر الى لغايه ما هو يقول كفايه. هو مش هيقول كفايه بالمناسبه، هو مش هيقولها. بس انت مع حسام حسن اللي يقول لك ان هو راجل حماسي وبيشد اللعيبه، لا حسام حسن في ماتش الكوت ديفوار ادانا درس في الكوره. يا جماعه هتلعب 5 ولا 3-2 4 كل طريقه لعب ليها الطبيعه بتاعتها. حسام حسن انا كنت بشوف الحاجات في الملعب، هقول لك شويه حاجات بتاعت حسام حسن دي واضحه زي الشمس. جون رامي ربيعه وجون ياسر ابراهيم، الاثنين دول بتوع حسام حسن. التوجيه بتاع ده تدريب حسام حسن. دي جول انا حسيت ان حسام حسن اللي بيجيب الجوان دي بجد. فاكرين اللي شاف جوان حسن، اللي شاف الركنات بتاعت الهيد بتاعت حسام حسن اللي كان بيعملها، تمام، الكور الثابته والكور المتحركه من زمان، دي جوان حسام حسن. ياسر ابراهيم شوف انت جايبك هنا ارميها له في اخر الدنيا، ده تدريب حسام حسن.
الجمل اللي بتتعمل من المدافعين ونص الملعب دي ما كناش بنشوفوها مع احسن اللعيبه اصلا بتخاف تتقدم بس قدام شويه عشان ما نسيبش لا مكان كان في فاضي. جمل هجوميه. رامي ربيعه اصلا وهو عارف انتوا عارفين ان الماتش اللي فات الماتش 5 انت بتلعب، بس خلي بالك انت ساعات بتخلي رامي وياسر باك يمين وباك رايت، وهم رامي البريك اسيست اللي عمله الامام رامي اللي عمله دي اللي احنا بنحفظها تمام، غير بقى التفصيلات والتقسيمات الكتيره اللي بدات تحصل. المشكله اللي كانت معانا في البطوله دي بنكرر وبنزيد وبنعيد ان احنا ما كانش فيه تجهيز للبطوله، وده مش مشكله حسام حسن بالمناسبه، دي مشكله اتحاد الكوره اللي هو بيتعامل معلش على ولا بلاش اتكلم عادي يعني. لا يا جماعه الكوره في مصر سبوبه كبيره بس ونقطه، ومش هتكلم اكتر من كده ولا هجيب اسماء حد. الكوره في مصر سبوبه كبيره، حاجه الناس بتحبها وبتتابعها فبالتالي بتكون فلوس، فلما مؤاخذه بيجوا الناس اللي بيعرفوا يلموا السبوبه بياخدوه تمام. لكن انت منتخب زي ده انت بتعمل له تجهيز عكسي، بتعمل له منتخب تاني يأذيه وتاخد منه كده اقول له معلش انت ما تختارش براحتك اللعيبه دي هتروح للمنتخب الثاني عشان تمثلنا في كاس العرب، واجيب لك اكتر واحد انت مش طايقه عشان يبقى موجود عشان اضمن ان مفيش. ويجي رئيس اتحاد الكوره يطلع يقول لك ايه؟ يقول لك اصل هم ما بيتكلموش بعض. يا فرحه بيك دي منظومه. كمان يقول لي كمان ده احنا معانا ماتشات في الدوري المصري يعني مساوي البطوله ومعانا ماتشات. لا وفي ماتشات بتتلعب من انديه دلوقتي انا ما اعرفش دي مين. انا ما اعرفش مين الانديه بجد اللي بتلعب في مباراه عاملينها زي في كاس الرابطه ده ولا مش عارف ايه. هو كاس الرابطه ولا اسمه ايه؟ العاصمه مش فاكر يعني حاجه كده. ايه كام 20 واحد بيتفرجوا عليه على مستوى الدولي. انا افتكره كاس مصر باسم تاني. لا يا جماعه انتوا يا جماعه معلش المنظومه في مصر محتاجه اعاده بالمناسبه ان احنا في المربع الذهبي ده مش دليل على نجاح الكوره في مصر خالص، ده مجهود فردي من مدرب فعلا وطني وهو بيحس بكل كلمه بيقولها ده بجد احنا حاسين بيه، احنا عارفين على فكره الدموع بتاعت حسام دي حقيقيه 100% والحقيقي بيوصل للناس. هو عاش كل اللحظات يعني. هو شايل الشيء، هو معلش هو بيصلح الحاجات السيئه اللي الناس الثانيه بتعملها تمام. هو قال لك عندنا محترفين ربع، صلاح قال له بينا 3/4 طبعا من احلى. لا انا محترف بس عشان نشيل الضغوطات من اللعيبه. كل يعني هو يعني حتى كان تصريحات اللطف من بعد الماتش برضه بيشيل الضغوطات على اللعيبه. هي دي محفوظه خلاص، عارف ان هو جاي له بيقول الكلام ده يعني، بس اجباريه يعني بالنسبه له هو عارفين بيشيل الضغوطات. بس فانت يا باشا عندك محترفين ربنا كريمهم وكمل بيهم، عندك لعيبه كويسه تمام، بس برضه مش بنفس المستوى ولا بنفس الليفل، بتجيب منهم كل واحد 200%. ده شغل حسام حسن. فكفايه يا جماعه بقى. انا عارف ان حسام حسن مضايقكم كلكم وعارف ناس كتيره اللي بتشتغل في الكوره. احنا البرنامج ده ميزته ايه؟ احنا لا لينا في الكوره ولا محللين ولا مذيعين ولا ناس بناكل عيش من الكوره، احنا بنضيع وقتنا على الكوره. يعني احنا ناس عندنا شغلنا وعندنا التزاماتنا، بس الكوره دي الحاجه اللي بتفرحنا. فعشان كده احنا قاعدين القعده دي. ده الجمهور الرابع شمال، ده الجمهور اللي مؤاخذه ملوش دعوه يعني ما بيكسبش حاجه، ممكن يخسر فده احنا يخسر صحته. والله يخسر صحته يخسر فلوسه انت بتدفع كام على الكوره؟ هتلاقي كتير، كل واحد فينا بيدفع كتير على الكوره على فكره. والوقت نفسه والعصبيه بالظبط. فكفايه بقى احنا منظومه، عارفين ان احنا منظومه في مصر مش احسن حاجه، بس حسام خلاص خلوه ماشي. حسام كاس العالم يلعب ما يديش خلوه قاعد يعيش. على فكره حسام 6 4 5 سنين هيعمل لك حاجه كبيره انتوا اصلا عمركم ما هتخططوا ليها. مفيش مجال ان انت تجيب مدرب كاس العالم في شهر وخلاص يعني. وايه النقطه يا جماعه؟ شفتوا في حياتكم واحد يصعد بمنتخب لكاس العالم تمام يقولوا له معلش انت ممكن ما تكملش؟ ده ايه ده؟ هو مش هيجي افضل منه اصلا، حتى لو جبت اجانب كتير. هو فعلا حتى الدافع اللي عنده هو يعني اقوى من اي حد ثاني. فكره ان وهو عاش كل اللحظات دي فكره افريقيا ومش تصفيات والبتاع. هو مليون اصلا اللي هو لعيب اصلا عصبي حتى في الملعب يعني. كان بيتخانق برضه بتاع، فهو دماغه في الكوره يعني. هو مقنع دماغه في الكوره. حسام حسن اثبت في ماتش كوت ديفوار ان دماغه دي ما فيهاش حاجه في الدنيا. هو كسب بالورقه والقلم. لا ما فيهاش. حسام حسن يا جماعه ما فيش حاجه في دماغه غير الكوره. والله هو كوره بس. يعني لو فتحتوا دماغه دي هتلاقيها ايه؟
بدل هتلاقوها كوره كده حلوه، فاهم؟ اهو بس ادي انت مش جايب حاسس تحيه كوره ادي اسامه حسن عايزين بمنتهى البساطه. عايزين يستمر مع المنتخب كده زي سكولار كده، وفي الاخر يطلع بفضيحه برضه مش مشكله بس طبعا برضه حسام حسن قيمه كبيره، يعني في لعيبه ممكن تشوف نفسها على المدرب الاجنبي بتتخانق معاه في الكواليس وممكن تعمل اي حاجه. اكيد. هو اسمه ما يقدرش يعني محمد صلاح عنده رصيد. احنا حط قيمه حسام حسن من زمان وهو صغير، عارف يعني ايه حسام حسن. حسام حسن ممكن حاجه من الامام من اي لعيب ما يقدرش مش هيتناقش. ايام التيشيرت اللي كان كمه واسع ده وكان منفوخ من ورا كده ويجري بيه. مصر شعب اصيل، بنعمل كريدت لكل واحد. حسام حسن عنده رصيد كبير جدا 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 في قلوب كل الناس اللي اهلي وزمالك، اهلاويه زملكاويه منتخب مصر برضه فانت عارف فكره حسام حسن ممكن يهبل في الكلام، يقول كلام غريب بس احنا حابينه. يعني انا حتى في اللقاء اللي هو بيقول حسام حسن يا جماعه غلبان، يعني في تحس فيه نوع من الغلب. الراجل كان هيقول الخطه بتاعته على الراجل بيقول لك بنعمل يا اسكت يا عم اسكت يا عم حسام. هو الراجل بيتكلم بعفويه غير طبيعيه، تمام؟ احنا حاسين بيه وعارفين بيه وحابين ده بس. فالله ينور يا حسام حسن. عايزين بس نتكلم بسرعه عن الاجوان. كل واحد يقول برضه ابراهيم حسن صراحه بيعمل برضه مجهود رهيب مع صلاح. ايوه مع اللعيبه، وابراهيم نفسه لعيب كبير في المركز. ابراهيم يا جماعه ابراهيم حسن شيء على فكره. ابراهيم حسن مظلوم من حسام. ايوه خالص، يعني هو مظلوم بصراحه. هو بيعمل ابراهيم حسن يا جماعه احسن باك يمين جه في مصر ببساطه. احسن باك يمين جه. طبعا الشباب الصغير ما اعرفش واختاروه كان كده في احسن باك يمين في العالم لما لعب معاه في نجوم العالم. كان في ماتش كده نجوم العالم، فهو كانوا واخدين من ضمن نجوم العالم. وابراهيم حسن لعب ماتش رهيب في الماتش ده. يعني لو حد راجع كتب ملخص المباراه دي هيتفرج ويستمتع بابراهيم حسن. ويحسب ليه انه عرف يعالجوا. هما الاثنين عرفوا يعالجوا كل الاخطاء اللي بداوا بيه وعرفوا يعملوا كنترول. هما بيعملوا ايه؟ هو معلش ناس بالشخصيه دي بتعمل ايه كنترول على نفسها بالطريقه دي؟ هم حابين البلد، حابين البلد. انت عارف حسام ابراهيم قلت لهم مش هنديكم فلوس هيكملوا. عادي، احنا متاكدين من ده. هم حابين الوضع ده. ومصر في وضعها المزري في الكوره عايزه يعني كرامات من عند ربنا تيجي زي الناس بتاعت حسام حسن وابراهيم حسن. طيب الجوان بقى قولوا لي كده كل واحد كده في الجون الاول يا عم اسلام حسيت بايه كده وايه والكره بتتمخضر في الشارع؟ اول 3 دقايق خضيت. رايحين اضرب بس مسمعني بدايه حلوه. خضيت. لا اول هدف الجمال ده ما شاء الله. انا حسيت ذكريات زيدان وسونج في هذا ايه الجمال زيدان وسونج. ايه ده؟ اولنا زيدان وسونج. لا مرموش الصراحه ما شاء الله عليه. يعني هو لولا مرموش اصلا يعني المنتخب بصراحه اصلا يعني ما كانش هيعمل حاجه مع المنتخب. صلاح بيجيب جون كده في النص كده ملوش لازمه. انا هقول لك صلاح لكن مرموش الصراحه الواد لعيب. صلاح في الدورة دي مش بيلعب لا بجسمه ولا بسرعته، بيلعب بدماغه فقط. صلاح عارف ان هو في سبرنت واحد هيعمله في الماتش، سبرنت واحد بيعمله لك يجيب لك بيه جون خلصت. هو عارف كده. على فكره صلاح المختلف عن كل لعيب طبعا مختلف وبتاع، بس هو منتلي مختلف في ايه؟ ان كل حاجه عنده اناليسيس بيها، عنده تيم بيحلل. فالتيم ده بيقول يا باشا انت ليك جاريه في الماتش، تعبدها اول ماتش اخر الماتش ليك جاريه. فهو عارف الجاريه دي ما بيجريهاش غير وتلاقيها جون. ركز في كل 5 ماتشات صلاح جرى جاريه واحده، جاريه جون خلصت. هو ده اللعيب الكبير، هو عارف امكانياته وبيقدم اللي يقدر يقدمه لك. غير بقى الماتش ده صلاح بقى كان عنده وظائف ان هو بيسند وبياخد الكره ما تقطعش منه. ما افتكرش غير الماتشات اللي قبل كده كنت ممكن الكره تتقطع بتاع المره دي. لما يمسك الكره كان بيدخل عليه بالاربعه. وكان كل ما يمسك الكره كان 4 مسكين بس بيطلع بيه ما بيضيعش. اول ساعات من الناس بتقول عليه ده خايف على رجليه يتعور. يا عم ده خايف ده يا عم بيلعب. هو فعلا خايف على نفسه ده. خايف لا كده فاهم. ده ليه الماتش اللي فات مش عارف اللي فات ولا قبل اللي فات كان في احتكاك كان ممكن يكسبوا مع اللاعب ما سابوا بص خدها من قدام. يعني هو طبيعي ان اي لعيب ده اكل عيشه تمام. ومعلش مع احترامنا مليارات وملايين بالنسبه له، لكن هو برضه بيحط في اعتباره اللي دخل عليه ده مين؟ ده فاهم ولا مش فاهم؟ يعني خلي بالك الماتشات اللي فاتت هو مش عارف اللي قدامه ده ممكن يبقى بهيمه يعني كل مؤاخذه داخل بيكسر فيه. لكن لا لما بيعلى في المستوى لا بيبقى عارف اللعيبه وبيبقى وفي برضه حركه ذكيه بيعملها صلاح ان هو دايما بيعمل كونكشن مع لعيبه اللي قدامه ما يخليش الدنيا ناشفه.
فاهم، بيكسبهم بحيث ان هو ايه الموضوع التهور بتاعهم ما يزيدش، فدي برضه من الحاجات الذكيه. بالظبط، فدي حاجات من الحاجات المميزه. الجون الثاني خدني وناداني وقال لي ايه، تعالى يا حبيبي في الشبكه يا حبيبي، يا رامي يا ربيعه يا حسام يا حسن، يا حسام يا حسن. مزيكا. يعني الخضه اللي كانت على وش رامي ربيعه يعني باين كل حاجه. الجولين ده واضيف ليه جون ياسر. ياسر اخر مره شفت منتخب مصر بيجيب جون بالهيد بالطريقه دي كانت امتى؟ عمرو زكي ممكن. لا مش بالطريقه دي، مش بالطريقه دي. عايز اقول لك انا اخر مره اشوف الجوان دي من ايام حسام حسن. من ايام حسام حسن، انا ما شفتش الجوان دي قبل كده. حد شافها؟ حد فاكر مصر جاب الجوان بهذا الشكل قبل كده؟ بس هو الجوان زي كده انت لو تأملت فيها هتحس ان هي قضاء وقدر. يعني تحس ان اللوب اللي اترمى ده لا الجون ده يا عم عبد الرحمن وجهة نظري السنه دي هو اصعب جون انت ممكن تتدرب عليه ان انت ترميه على البعيده، دي مرميه على البعيده. هو رمى على بعد حسبت لك الدليل بالمنطق. دلوقتي الكره جايه من صلاح اسيست، انا بطلع عليها وصلت للكوره، ايه الاسهل ان انا اعملها يميني كده ولا انا ابذلها بمجهود واوديها لغايه الزاويه اللي هناك؟ لا دي ملعوبه 100%. 100%. حتى الحارس ما جابهاش، يعني الحارس ما يا باشا ده تكنيك. بص عارف هي عامله زي لا دي حسام حسن، دي حسام حسن. هي عامله زي ايه؟ عامله زي الطاير. عارف كده لما مثلا حد كده مدير وشاطر ويدي الاسرار بتاعت الشغل للعيبه، دي اسرار الاتاكر، اسرار الاسترايكر بتاعت حسام حسن، دي اسرار. مركز على الطوال، يعني حتى يعني مثلا هو مركز عليهم في دي بتاعتهم، فدي بتاعتهم. هو جاب بدل اول ما جت الركنيه، فكنت بتكلم ان هو يطلع ربيعه وياسر بس هم اللي يطلعوا. يعني حسام ده ما يطلعش خلاص، مش هتظبط معاك الحته اللي عايزها تطلع شويه. انت عايز الحته اللي عايزها حسام حتى وانت عملت الخطوات دي عملها بس ما يظبطش. انتوا يا جماعه في اللقاءات اللي بتحصل التحليلات، وفي ناس كتير طبعا عظيمه بتحلل ده، ما يقول لك كور ثابته. انت منتخبك بيعرف لاول مره من التاريخ منتخبك بيجيب اجوان من كور ثابته بهذا المنظر. الكورنرات بتاعتك اصبحت تمثل خطوره عن من امتى الكلام ده كان بيحصل. عايز اقول لكم يا جماعه انا حاسس دلوقتي ان احنا بدانا نعدي مرحله كيروش اللي احنا قاعدين فيه. شلناه وخلاها عكسيه برضه، انت جبت لنا اكتر من هنجيب شلناه. ما هي جايه من المدرسه. ما هو حسام حسن هيد كرة ثابته. زي ما حسام حسن كل معظم اهداف كلها هيد. بالظبط هيد. الجرعه النظيفه دي الجرعه دي مش في فراغ. ايوه ياخد الكوره ويديها عشان ما تروش الكوره. برضه نرجع نقول مدرسه حسن شحاته. برضه نرجع نقول من دي كلها فكرات مدرسه حسن شحاته. والله بص هو حسام حسن فيه ميكس، يعني ميكس خبرات من ده ومن ده، لكن اللي انا شايفه ان في حاجه جديده. انا شايف ان في طريقه لعب جديده، في شكل جديد، في اساليب جديده بيعملها حسام حسن، وده اللي قاله في المؤتمر الصحفي بعدين. هنيجي بقى لايه؟ لجون كوت ديفوار الاول. انتم مش ملاحظين حاجه غريبه؟ لاول مره في التاريخ لعيب مصري يدخل جون في نفسه والناس تشيد بيه ومحدش يجيب له سيره. يمكن عشان انتهى الفوز يعني سفر. لا اعتقد وحتى لو كان انتهى الهزيمه كان جون فتوح كان هيجي هو اللي جابه، بس احنا ما فيش حد جاب سيره. يمكن عشان فتوح برضه ليه رصيد برضه يعني انا من اللعيبه اللي انا بحبها. خلاص شيل فتوح حط اي حد تاني محدش هيجيب سيرته. هو بس يعني انت لما بتبقى عامل اللي عليك، انت لما بتبقى عامل اللي عليك الناس تستحمل، ما تقولش لا. طبعا في اخطاء، الجزء ده هو دي نقطه الضعف الواضحه اللي ربنا يستر والسنغال ما تبقاش عاملالنا عليها. نيجي بقى للجون الثالث مزيكا المعمول ربيع لمروان بالخلفيه. تمام الامام مفيش مروان ولا مروان قضيه، الامام الخلفيه تمام. حته ابو تريكه صراحه كتمه الكتمه دي الكره بتعمل كده هو بتبوس الشبكه فكان الموضوع يعني جول ايه ده متعه. من امتى بنستمتع احنا في الكلام ده؟ خلاص او كمان عكس اتجاه الجون خلاص صعب. لا يعني الجون ده انا شايفه من احلى اجوان البطوله مع احترامي، يعني انا بشوفه احلى من الدبل كيكات بتاع الايرو والكعب. يعني الجون ده ملعوب 100% ومتاخد مسافه وبتاع وبين كل حاجه فيه حلو، من اول الشيب باس بتاعه رامي ربيعه لغايه الخلفيه اللي بتاعه امام لغايه الكتمه
اللي بتبوظ دي، عارف في كتمه بتبوظ دي حاجه جديده يعني. بس هو الحمد لله برضه بوس الشبكه. الحمد لله برضه الماتش الهدف ده الاخير بتاع محمد صلاح ما حدش طمع فيها، مثلا امام ما طمعش في كده انا هجيب الهدف، لا بس هو ركز واحده واحده كده بعيد عن الكوره. بس برضه نعيد الجول الثاني بتاع كوت ديفوار نفس الاخطاء. الشناوي بس انا انا مش هتكلم عشان لا كده. لا الشناوي بصراحه ابراهيم سنجاريه بصراحه ضرب برجله يعني ايدي كان زي عادل يقول ان ضربه في رجله الثانيه، بس هي غلطه في الاول يعني، هو غلطه عدت المفروض الكوره ما تعديش اصلا. طبيعي جدا يبقى في غلطات، طبيعي جدا يبقى في غلطات بعدين هو خد خد الكوره الدفاع برجله بايده برضه يعني، هو جاب الكوره بايده برضه. بس هو الغلطه من الاول اصلا، انت تطلع، انت الكوره حسيتها تطلع ترميها بره، تفوت، تعمل اي حاجه، لكن انت بتطلع تقف وتستلم. ليه؟ طب انا عايز اسالكم سؤال، حد عنده شك ان الشناوي ممكن ما يلعبش ماتش السنغال؟ لا هيلعب غصب عنه هيلعب صح؟ اكيد هيلعب. مش خاطر. اكيد هيلعب. مش فاهم. طيب حابين تقولوا ايه للكابتن محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي والمنتخب المصري ونجم حراسه المرمى على مدار كام سنه من 2018 يعني اخر 10 سنين، يعني قربنا نكمل 10 سنين هو الحارس الاول. تحبوا تقولوا له ايه في الماتشات الجايه؟ مش انا لا عايزين نتكلم بجد والله. تحبوا تقولوا ايه؟ هو تقريبا الشناوي يعني برضه يعني النفسيه مشكله المشكله الازليه في الكره المصريه، موضوع نفسيه اللعيبه بتسمع للكلام اللي بره وبتتاثر بيه جامد. دي نقطة مهمة. يعني مفيش حرف بيتقال من الإعلاميين ولا السوشيال ميديا إلا هو بسرعة. بيتاثر بيه جامد. فهي زمان كان الجوهري بيفرق. فهي التفكير ما بيخليش الناس تسمع. هم محتاجين ان هم يتعزلوا عن الحاجات دي او ما يبصش عليها. واضح ان انت ممكن العزل ممكن تبقى فكرة لان واضح الشناوي من تعبير وشه لما ببص اتفرج على الماتش هو بيتحرك وشه، يعني هو فعلا حزين، يعني عارف اللي هو زعلان من فكره الضغط والانتقاد والبتاع ده. فهو ده عامل عليه ضغط. في ناس كتير ما بتستحملش الضغط يعني. فكره اللي هو لا ده انا محترف بقى ومش عارف كبير وهتخطى كل ده، لا هيتاثر على الشخص برضه. فهو فكره ان هو بيسمع الكابتن محمد الشناوي ان هو يركز ويعمل الصح والثلاث اربع ايام او لغايه اخر هو كده هيلعب ماتشين. استاذنك ما تفتحش السوشيال ميديا والله. يعني الفتره الجايه مش عايز ان انتوا بصوا انتوا يا جماعه فزتوا خسرتوا الماتشات الجايه مش فارقه، احنا بالنسبه لنا خلاص احنا يعني احنا مبسوطين احنا مرضيين مش عايزين والله لا جاب الخير. فانتوا يا باشا اللي انتوا هتعملوه ده ليكم انتوا مش لينا احنا خلاص احنا بالنسبه لنا احنا احسن 4 في افريقيا، ده بالنسبه لنا في الوقت الحالي بالوضع الحالي. وطنيين كمان احنا مدربين وطنيين. احنا مبسوطين قوي فاللي جاي بتاعكم فكل واحد يركز فيه، يعني يركز فيه. احنا عندنا طار عايزين ناخده من السنغال. طريق انا ايوه ده المره الثانيه دي انا كنت هقول بشجع، يعني انا كنت في عز تشجيع الكروي ساعتها. انا كنت فعلا انا بشجع المنتخب فعلا. انا بشجع المنتخب من امتى؟ من 90 مثلا. زعلت ساعتها حزن في المره الثانيه. انا ما فيش مره اتكسرت هي المره الثانيه الا في تصفيق الماتش الثاني في تصفيق كاس العالم من السنغال. يعني الواحد فعلا ما حسش بالكسره في الكوره الا في الماتش ده اعتبروه طار مستمر، اعتبروه ما فيش منتخب علم علينا في حياتنا كمصريين في سنه زي ما السنغال عملت معانا في 21 و23. 21 كانت لا مؤاخذه ايه ماخدك كده ايه موقع تك 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 صعدت علينا في 2002 في كاس العالم برضه، هي صعدت تصعد كاس العالم. لا 2002 دي ماشي احنا فزنا عليها اصلا. ما فيش منتخب يا جماعه علم علينا في حياتنا قد السنغال. مش عدد مباريات، سيبك بقى الاحصائيات وعدد المباريات وانت فزت كام وما فزتش كام وبتاع، بس ما حدش كسرنا كرويا قد السنغال. هارون كونيه. لا ده بتاع دوفار. لا في 2021 انت لقيت السنغال في النهائي مرتين في كاس الامم وتصفيات كاس العالم، وطلعت منهم المرتين بضربات جزاء. انا بقول لك انا ليا يمكن كام سنه 20 سنه او اكتر بتابع المنتخب المصري وبشجعه، انا ما اتكسرتش في اي ماتش الا في الماتش بتاع كاس العالم. ده اكتر ماتش الواحد لا حس ان هو لا
يعني الموضوع زرع يعني. حتى لما اتغلبنا من كاس الامم في السنغال في 21 خلاص نديهم كاس الامم كاس العالم مفيش مشاكل، نبقى حبايب. وساديو ماني برضه بيلعب مع صلاح والله الواحد كان بيفكر فيه. لما اتغلبنا تاني لا كان الموضوع، فاحنا طار اعتقد ان هو اكتر من طار. لا انت يا باشا الماتش الجاي اقطع نفسه. برضه هم السنغال المنتخب الحالي اضعف من المنتخب انا شفت بعض مباريات السنغال وشفت ماتش السودان تقريبا، اتفرجت على جزء كبير منه. منتخب السنغال هو منتخب كويس لكن مش مرعب. لا متواضع خالص. مش مرعب. هو ايه طريق السنغال؟ ايه طريق السنغال؟ خلي بالك هو صعد عدى مين؟ هو السنغال عدى مالي 1-0 عدى مالي مع احترامنا الشديد. مالي دي لا مؤاخذة دي مش عايز اقول حاجه. مالي دي معلش انا يعني في كرويا مالي فريق مش مقنع ابدا بالنسبه لي ابدا. هو ما بيعرفش يفوز غير على تونس حقيقه، ما بيعرفش يفوز غير على تونس، وده اللي حصل. وحتى ما فازش عليها. بس في ماتش السنغال كان هو احسن. يعني انا شفت الملخص بتاع الماتش، انا ما حضرتوش الماتش بس كان فعلا في فرص كتيره. مالي كان بس كميه اهدار. انا عايز اقول لك انت لو لعبت مالي في اي وقت هتفوز عليه ولا لا؟ مصر تفوز عليه. مش مالي الفريق اللي واقف قدامنا. بيقولوا ان فيها عدد محترفين كبير يعني. كمان ده في دور ال 16 ده في دور الثمانية. في دور ال 16 كان بتلعب السودان، أدى فريق اللي عليه وفاز 3-1 ودخل فيه جون عالمي من اللعيب بتاع السودان، وهم رجعوا في الماتش بعدين. المجموعة بتاعت السنغال ما كانتش المجموعة الصعبة يعني، كانت المجموعة في اللذيذ منه. وأنا لغاية دلوقتي ما شفتش في السنغال أداء المرعب يعني. أنا شفت من كوتوار اللي خوفني، لكن أنا ما شفتش من السنغال الحاجة اللي تخوفني بصراحة. يعني مثلا بنشوف الحاجات السابقه. احنا يا باشا مالناش دعوة، احنا يا باشا داخلين هنطلع كل ما عندنا في السنغال، ونيجي بقى للفقرة الأخيرة عشان بس عملنا طه ايه ما يزعلش مننا ونخلص وننزل. تمام. توقعاتك لماتش مصر والسنغال؟ اتمنى ان شاء الله الفوز 2-0 منتخب مصر. يعني كلين شيت محمد بالشناوي. لا هو هيبدع الماتش ده ان شاء الله هيبدع. ممكن برضه واحد نحن مصر. هو صعب ان هو يكون بنتيجه صراحه، مش عايز اقول تنبؤ يعني. هو ممكن يوصل ضربات جزاء. ضربات جزاء. يعني ممكن ينط والله كده ضربة جزاء. يوصل ضربة جزاء، لان لا المنتخب هيبقى شديد وهم برضه عندهم دافع ان هم عايزين يتأهل. فالموضوع يبقى ضرب جزاء. ما احبش ان هو يوصل ضربة جزاء. لا اتمنى ان احنا نوصل. هي فعلا هتبقى صعب. اللعيبه تفصل وتبذل مجهود. لا اتمنى ابدا لمصر. هي اهم حاجه انت تدخل الاول، الجول الاول دخل بدري اهم حاجه. بدايه الماتش كده تبقى الصف السريع زي مرموش كده الهدف بتاع الجول ما يحكموش يعني. الماتش خلاص. انا بقى بص مين السياسه الكعب العالي بصراحه. انا اتوقع هم يفوزوا، بس اتمنى ان احنا نفوز ان شاء الله. ان شاء الله. بس انا اتوقع ان هم انا ما رضيتش باذن الله. باذن باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. الماتش ده هو هتبقى نهايه السنغال. نهايه اسطوره السنغال. هي لو فازت المره دي خلاص احنا نروح بيتنا بقى خلاص. لا المره دي لا. انا اللي في دماغي والله مش اللي انت تفوز ماتش. انا عايز انهي بقى الفيلم بتاع السنغال ده. الفيلم ده كتر وجيل خلص، وكل الناس الجديده دي كفايه كده. عملتوا اللي عليكم، خدتوا السكسي بتاعكم، شكرا جزيلا. تاخدوا 4-5 وناخد احنا 1-2 وشكرا. بس عشان ننخي خالص موضوع السنغال ده وتشوفوا ان المفروض تاخدوا المركز الثالث والرابع ولا مش تاخدوا. نخلص من الحوار بس. ده اللي انا عايزه. 4 كده 4-1 لمصر. كتير؟ لا عشان بس ايه يعني ايه. لا كفايه. لا كفايه. انت كده فاكر ماتش الجزائر 4-1 4-0 0 كان 0 ويمين وشمال وزيدان لا ماتش الجزائر ده كان بص انت عارف لما تمسك شرحت كده من جوه، تمسك فريق كده تفش لك وتشفي صدرك. احنا عايزين دي. وعلى فكره لو اتغلبنا عادي مش هنزعل. انتوا عملتوا اللي عليكم، وانت يا حسام مثلا عملت اللي عليك، بس انتوا اللي يشفي غليل الناس بقى هي الحته دي. وبعدين بقى نشوفهم في اي بطوله تاني يفوزونا عادي مفيش مشاكل. نكسر الحته بس
بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا لكم كون ان انتم وصلتوا معانا لغايه دلوقتي، فيا رب يبقى المحتوى ده بيعجبكم، ونشوفكم مره تانية في حلقه جديده مع الرابعه شمال. يا رب يبقى كده قبل النهايه ان شاء الله. السلام عليكم.